عندنا تعليق، والله توني داطف في التليفون جاني هذا التعليق، يقول حبيبي بس جاوبني، شنو رايك بالتداول على المؤشرات الصناعيه مثل بوم وكراش وطنف طح والرينج اي والله شنو اسمها هاي، والرينج بريك، اني نسبه ارباح عليهن تقريبا 50%، ترى 50% تهملها، ترى كلش خوش نسبه. اذا انت يعني تخيل انت مثلا نفترض انت الريت مالتك 1 تو 2 ريسك، يعني ريسك تو ريورد، مثلا انت شنو شكو ربح خساره تخسرها، مثلا تخسر 1% تربح 2%، هذا معناه انت لا تخسر 50 صفقه وتربح 50 صفقه، تدري ايش معناه؟ لا معناه انت ربحان يعني شغلك كربحان 50% بجيبك، فهمت شلون؟ يعني هاي الشيء قبل تهمل ال 50% واكثر. بس انت اعطيني رايك، اعطيك رايك، راح رايك، اعطيك رايك، اعطيك رايك. بالنسبه لي صراحه رايي الخاص، انا ما احب ابدا اي مؤشر، اعتمد على نفسي فقط. بس اذا انت شيء مجربه وبيه فايده الك، لا تثق بكلام اي احد، ما دام شيء انت مجربه وشفت بيه فايده استمر عليه، بس حاول تطوره وتعرف شلون تقدر تستفاد من عنده. وبالنسبه لي اذا تريد رايي يعني صراحه يعني شلون هامك تعرف رايي اذا شيء يفيدك استمر عليه، وان شاء الله كل التوفيق لك وللكل. ولا تهتم اي شخص يقول لك هو يعني تخيل بس تخيل عقلك شوي وياي خليه، انا دا اربح من الاي سي تي والاستراتيجيه مالتي ومشارح كورس مالتي كله على اليوتيوب بلاش، يعني تخيلوا انا دا اربح ودا انشر الصفقات مالتي ودا اربح لايف مباشر، يجوني اشخاص يقولوا لي والله نصيحه من عندي لك، غير الاستراتيجيه مالتك، تعال تعلم من عندنا. زين انا دا مثلا مثلا دا اخسر قدامكم، ما اعرف اشتغل حتى دا اغير الاستراتيجيه مالتي، ليش دا اغيرها؟ قلت له زين سؤال، هذا حكي مع العلم، هو الشخص نفسه دراسه من هو يعني شخص قديم انا مجاوبه، لان دائما يعني كان يسالني ويتعلم من عندي. قلت له زين انت مو شنو تتعلم من عندي قبل يومين ثلاث ايام؟ كان يقول لي ها اي. قلت له شلون؟ كان يقول والله مش بيد غيرك على اليوتيوب عنده لامبرجي. صدق كذب والله ما ادري يعني واحد يعني اي واحد مثلا عنده لامبرجيني ماجرها او مشتريها او معناها من البورصه، يعني لا تثق بكل شيء تشوفه. يعني ان شاء الله كل التوفيق لك، كل قلت لك الشيء المجربه ودي يفيدك استمر عليه. كل التوفيق.